هي اصدقائي، اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا احنا متعودين من قناه الزمالك ان هي بتقدم فكاهه طول الوقت ونادرا ما بتتكلم بجد، لكن الاسبوع اللي فات كان في تطور في الضحك بطريقه خرافيه. لا لو بتتفرج على اي حاجه في رمضان مضحكه انساه وافتح قناه الزمالك واتفرج. انا متاكد انك هتضحك ومن قلبك كمان. انا جايب لكم كام لقطه بس كان اتفرج عليها واحكموا انتوا بنفسكم. النهارده خلاص عرفنا طرف مباراة السوبر مع الزمالك اللي هتقام ان شاء الله يوم 5/5 ان شاء الله 5 مايو الشهر القادم باذن الله. الزمالك مع النادي الاهلي في ابو ظبي مرة اخرى، والسوبر المصري باذن الله. والله يا كابتن خالد، انا شخصيا كزملكاوي مبسوط. يعني انا لو هنقابل بيراميدز في النهائي، لا ببقى بيراميدز فريق صعب مش سهل. لا ولازم نقف هنا، مش هينفع اكمل الفيديو غير لما اقول رايي. ثواني بس، بيراميدز فريق صعب؟ بيراميدز صعب، اذا الاهلي سهل؟ ها؟ الاهلي فريق سهل. حلو، انا معاك، انا هشتري منك. لا هشتري منك. يلا نكمل، لا ثواني بس، نسيت اسال حاجه. هو مين ده؟ ما انتش عارف ولا انا ولا؟ طب يلا نكمل. الاهلي لما بنقابل الاهلي انا ببقى مبسوط، لان بنسبه كبيره حتى لو انت مستواك وحش، يعني في اسوأ خد بالك، بص اللي هي مباراة الوحدة دي قصدي. طبعا تمام. هو هنا زنق نفسه، فاهم؟ مش عارف يقول ايه. طب مين بقى اللي يخرجني من المشكله دي؟ كابتن خالد يقول لك مباراه الواحده. يعني ايه مباراه الواحده؟ قصدك بطوله من ماتش واحد؟ اسمها مباراه الواحده. ماشي بس خلي بالك من الواحده بس، لا تزعل ولا حاجه. ما علينا، احنا هنكمل ماشي. احنا في ماتشات السوبر كلها اللي احنا كسبناها من النادي الاهلي او الكاس، مش السوبر بس، اللي هي ماتشات الكؤوس، يعني احنا كنا احسبها كده وارجع لها هتلاقينا احنا كنا مش في مستوانا. والماتشات اللي كسبها الاهلي من الزمالك كان الزمالك اعلى في الفتره دي من الاهلي. انت ايه المقارنه اللي انت قلتها دي؟ ايه اللي احنا لما نبقى كويسين هو بيكسب ولما احنا نكون وحشين هو بيخسر؟ ايه اللي انت قلته ده؟ يعني ده معناه ايه مثلا؟ ماشي عادي تحصل. قناه الزمالك بتجيب حاجات اجمد من كده، عادي. نكمل. فانا ببقى مبسوط لما بنقابل الاهلي، ليه؟ انت بتقابل فريق برضو كبير، بتقابل فريق الدنيا كلها بتساعده. فانت لما بتكسب يبقى الماتش انت كسبان كل حاجه، كسبان الاهلي والاعلام ودوله الاهلي وكسبان. لا هو الفيديو خلص، ما علينا من الفيديو خلص. انت لما بتكسب الاهلي بتكسب الدوله وبتكسب الاعلام وبتكسب ايه تاني حضرتك بتقول؟ ماشي. انا تمام، انا اشتريت منك. بص معايا، كاس مصر تاني بطوله اهي، 32 مباراه، الزمالك فاز ب 11 والاهلي فاز ب 16. كاس السوبر المصري 8 مباريات، الزمالك ما فازش ولا مره والاهلي فاز 4. ايه رايك؟ ها؟ لسه برضو عند رايك؟ مش مهم، انا معاك. الحقيقه هذا الرجل لما قريت السي في بتاعه انا اتخضيت. يعني عايز اقول جمله بس اخشى بس ان الجمهور يهاجمني. يعني انا مش مصدق ان هذا الرجل وافق يدرب نادي في منطقه الشرق الاوسط. طبعا هنا للتذكير، الاستاذ علي بركه دوت محلل في قناه الزمالك. محلل بيتكلم على المدرب الجديد. وتشوف امريكا اللاتينيه، انا يمكن كنت محظوظ لما قابلت رحت 3-4 دول في امريكا اللاتينيه وشفت ازاي بيتعاملوا مع كره القدم. حضرتك رحت فين؟ انا رحت يو يا خالد ايه الاسئله دي؟ حد يزنق الضيف كده يا خالد؟ ليه تقول له رحت فين؟ هو الراجل راح امريكا اللاتينيه وخلاص، اللي راح 4-5 دول يا عم، مش عاوزين نعرف. ليه بتزنق الراجل؟ البرازيل والارجنتين وعديت على تشيلي. واخد بالك؟ بس ما قعدتش يعني 3-4 ايام، لكن اللي انا اقصده الراجل راح وما قعدش 3-4 ايام. يعني لازم يا خالد، لازم استفسارات من غريبه بتاعت الكابتن طارق يحيى دي؟ دايما كده حارجين نفسكم. ما علينا. انت رحت يعني بلد الكوره، البرازيل والارجنتين بالظبط. امريكا اللاتينيه بتطلع اولا الجينات بتاعه الطفل اللي بيتولد تلاقيه لعيب مهاري، يعني ما تلاقوش لعيب مصنوع. هو شبه الافارقه على فكره. بالظبط. يعني اوروبا بيتعلموا اكتر، بيتاسسوا اكتر، بيبقوا مصنوعين اكتر. بالزبط. لكن المواهب الربانيه من امريكا اللاتينيه ومن افريقيا. بالظبط. ثواني بس قبل ما ندخل في اوروبا والجينات هو انت حضرتك بتقول ايه؟ يعني حضرتك عاوز في معلومه في الاخر بعد الموضوع ده؟ هي مالها امريكا باوروبا؟ مالها في ايه صله القرابه حضرتك؟ الموهبه صله القرابه بين امريكا وافريقيا. وقلت لي اوروبا ايه يا خالد؟ اوروبا ما بتعلمش حد، ما فيهاش مواهب. اوروبا ما فيهاش مواهب. ماشي، انا معاكم يا جماعه. ظاهر انا الوحيد اللي غبي، بس يعني انا معاك. تعال نكمل
شوف الاستاذ علي هيقول ايه. المواهب الربانيه من امريكا اللاتينيه ومن افريقيا، بالظبط. عايز برضو القارتين الوحيدتين اللي عندهم مواهب ربانيه. القارتين الوحيد اللي مواهب ربانيه. طب وبقيه القارات انت تعرف في الحياه ان هم قارتين بس؟ في حاجات تانية كده. ما مش تعرفش، مش مهم. هو الكابتن علي عارف كل حاجه. تعال نسمع الكابتن علي. جايب كمان مساعد قوي جدا اللي هو جارسيا ده اسباني. عايز برضو اوضح حاجه، ان في امريكا اللاتينيه كلها بتتكلم اسباني ما عدا البرازيل، بيتكلموا برتغالي. صحيح، هو بيتكلم اسباني. حضرتك في اسبانيا بالنسبه لامريكا اللاتينيه بتعتبر كانها بلدهم، وهم بيعتبروا انهم يعني اسبانيا دي اللي هتلاقي كمان كل الطيارات بتطلع لازم تعدي على مدريد او برشلونه. ثواني يا سياده القبطان، ثواني بس. هو انا مالي بين الطيارات بتعدي، وايه علاقه اسبانيا بامريكا اللاتينيه والارجنتين والبرازيل؟ وايه اختلاف اللغه يعني؟ طب اختلاف اللغه ايه علاقته بالمساعد؟ هو انت بتتكلم عن مين؟ هو انا ايه اللي جابني هنا؟ ما علينا. ده برضو ممكن يكون فيديو عشان يطلعوا ترند وكده. بص، عاوزين نتخطى يا جماعه. احنا ممكن العقل بتاعنا البشري ما يقدرش يوصل للليفل اللي هم بيتكلموا بيه. ممكن ليه لا؟ مش دايما تحكم على الامور كده. استنى، في فيديو تاني. عاوز ارد بس على حكايه انا بحلم بيك انا في السوبر مستنيك. اولا ده جمهور الزمالك زي ما قال عمرو هو اللي قالها لاسباب كتيره، وافسرها لك ازاي. لان بطل الدوري السنه اللي فاتت هو الزمالك، فبطل الدوري مستني الطرف الاخر. يعني الزمالك كان مستني يا اما بيراميدز يا اما النادي الاهلي. فهو المستني انا مستنيك في انا كده انا قاعد بطل. انا قاعد بطل ومستني اللي يبقى الكابتن خالد بيقول لك انا قاعد بطل ومستني اللي يجي لي. طيب يا بطل، ماشي يا بطل، انت بطل طبعا، ما حدش يقدر ينكر. طيب استنى نشوف. ده لسه الليفل لسه تحت، لسه ما طلعناش بالليفل. هنرتقي دلوقتي. ثواني. وخد بالك، وحط رجل على رجله مستني اللي يجي لي. السوبر بين مين ومين؟ بين الزمالك والاهلي. بطل ايه وبطل ايه؟ بطل الدوري وبطل الكاس. البطوله الاقوى انهي؟ الدوري طبعا. هي يعني انا بلعب الكاس كده، كتر خيري ان انا العب مع بطل الكاس. خلينا ايه كتر خيرك انك طب ما تلعبش. انت ليه يعني انت ليه بتشيلنا جمايل؟ ليه بتشيلنا جمالك من خالد؟ ممكن حضرتك تقول لرئيس النادي مش عاوزين نلعب لان احنا مش مستوانا، احنا ابطال الدوري فمش من مستوانا ان احنا نلعب ابطال الكاس. ابطال الكاس؟ انا لاعب بطل الكاس؟ انا بطل الدوري. ايه ده؟ ايه المقارنه دي؟ ما علينا بالكابتن خالد استنتجه بالحاجات اللي هو حسبها، وان مين اعلى ومين اجمد ما علينا. خلينا نكمل مع الكابتن عبد الشافي، انا بحبه بصراحه. كمل يا خالد. اتفضل. فانت كبطل دوري حامل اللقب سنتين، انت مستني مين البطل هيجي يلعبك. مين اللي هياخد كاس مصر عشان يجي يلعبك. صحيح. فانا لازم اقول مستنيك ولا بحلم بيك في السوبر مين السبب ماشي في فوز الاهلي على بيراميدز؟ بعيدا عن مستنيك هو مش حافظها اصلا. الكابتن خالد بيسال سؤال بقى، المفروض سؤال يكون عادي كده. لا كابتن خالد غندور، انا عاوز اقول معلومه الجمهور هيطلع ينتقدني. طب انا هقولها بطريقه بقى تخلي الجمهور يطلع ينتقدني برضه، هي يعني، بس هعملها في سؤال يعني. فبيسال بقى بيقول ايه السبب ان الاهلي فاز على بيراميدز؟ مين بقى الجامد اللي هيقول لي السبب اللي خلى الاهلي فاز على بيراميدز بقى؟ ايه هو؟ والله عاوز اقول التحكيم ما كانش وحش. لا، مين السبب؟ اديك امثله، اديك اختيارات. قول اختيارات. اقول لك، بس انا ما كملتش كلامي يا خالد. ثواني بس قبل ما تكمل كلامك يا كابتن عبد الشافي. هو هنا بيسالك سؤال، انت بترد سؤال تاني خالص. ده انت بوظت له المعلومه اللي عاوز يقولها. التحكيم كان كويس ايه يا عم؟ هو مش عاوزك تقول كده. انت ما قريتش ولا ايه قبل ما تطلع؟ ما علينا، كمل. اديك اختيارات، 3 اختيارات. حسين الشحات، حمدي فتحي، احمد الشناوي. حمدي فتحي. طبعا هو السبب. استاذ عمرو، حسين الشحات طبعا، ولا احمد الشناوي؟ لا، حسين الشحات. لا، بص على الكره اللي عملها حمدي فتحي. لا تمام، حسين الشحات لانه لعب دور حارس مرمى بدل الشناوي. طبيعي يبقى حسين الشحات. طيب مين السبب في فوز الاهلي؟ احمد الشناوي حارس بيراميدز ولا احمد الشناوي حارس بيراميدز؟ انا احمد الشناوي هو يعني السبب في فوز الاهلي. وطبعا انا لازم نقف شويه. هو سالهم الاثنين، الاستاذ عبد الشافي والاستاذ الدرديري، سالهم السؤال، لكن السؤال من كتر ما هو ثعباني الناس يعني عقولها ما استوعبتش، فردوا يعني الرد العادي اللي هو المنطقي. يعني هو المعلومه اللي كان عاوز يقولها ان احمد الشناوي حارس بيراميدز هو السبب ان الاهلي فاز. هو عاوز يقول كده بس مش عارف يقولها، فيقولها ايه بطريقه محنكه شويه. فالاثنين الاولاني خيشوا، لكن الثالث بقى مش هيعديه. ما اديتنيش الخيار ده على فكره انت. لا، انا قلت لك احمد الشناوي. لا، قلت شحاته وحمدي فتحي. لا، قلت لك الشناوي. لا، الشناوي شريك طبعا. وهنا اخيرا الكابتن فاق، كابتن عبد الشافي فاق وقال له استنى بقى، ده انت ما اديتنيش الخيار ده. هو اداهوله، بس طبعا هو بالفطره ما سمعهاش ايه
بالفطره بتاعته كده ما خدش باله، هو ما ركزش. هو لو كان يعرف كان قال طبعا. كانوا الثلاثه قالوا ان احمد الشناوي هو اللي ادى الاهلي المباراه طبعا. بس وكفايه ضحك قوي لحد هنا. طبعا في معلومه عاوز اوضحها، نادي الزمالك نادي محترم، نادي كبير، ليه جماهير في الوطن العربي كله، واصحابي واخواتي زملكاويه. انا مش طالع اتريق على النادي خالص، انا بتكلم على الناس اللي بتطلع على القناه. الناس دي بتمثل نفسها، بتمثلش اي زملكاوي، وانا اعرف ناس زملكاويه كتير برضو بيتريقوا وبينتقدوه. وطبعا تحيه لجماهير الزمالك ان هي مستحملاهم. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.